بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. يعني ينفع يا جدعان كده بالله عليكم؟ يعني أنا أبقى تعبان والله العظيم ومعلق أهوت لسه معلق محاليل، أبص ألاقي الضحك بيجي في المحاليل يعني الضحك يجي لي في المحاليل ويخش جوه الكانولا، حتى الكانولا لونه أصفر والله سبحان الله، هي صدفة والله بس يعني مش كده يا جدعان، سيبونا سيبونا في حالنا، إحنا تعبانين. يعني والله العظيم بجد الواحد تعبان مش قادر يتكلم، تقوموا تضحكونا كده بالمنظر ده وتخلوا الضحك يجي لنا في كل حته. يعني المقاولين، العيال بتوع المقاولين ده ما تعملوش معاها على ان هي مباراه لا دي ما كانتش مباراه. هو قال لك بص هي مرمى هنقضيها على ايه، على السريع ونجيب جول في براس 90 فهم اتعاملوا على المباراه على انها مرمى، فعملوا المرمى وقاموا بالواجب وخلصوها ايه في البراس 90. والمشكله بقى ان الولا احمد علاء ده برضه جاحد والله. عارف انت قال لك ايه، شوق قبل ما تدوق، فالولد قام مشوق وقام شايط واحده جت في العارضه بوم طخ على طول. قال لهم ايه اتشوقتم، طب يلا دوقوا بقى قام جاي مدوقهم في الدقيقه 99. بس من ضمن الحاجات المضحكه الجون الاولاني اللي جابوه فكان بيتحسب اوف سايد وكده، فقبل ما يتحسب اوف سايد كان اوسوريو ببص لقيته يعني بيعيط وبيدمع، واول ما الجون جه وقعد يمسح في الدموع. فانا استغربت، انا قلت يا جماعه طب ابص كده اشوف اللوجو بتاع ده الدوري المصري ولا دي مؤهله مثلا لكاس العالم للانديه، وهو فرحان بقى انه راح كاس العالم ايه يا عم، جبت جول في المقاولين العرب وهتكسب مباراه مثلا بثلاث نقط، يعني ايه الداعي للدموع والعياط والحاجات، انتوا ليه بتقفروا كل حاجه كده؟ هو انت اتعودت لحقت يعني شربت من نيلها على طول كده طب جربت تغللها؟ طيب ما هو جه يغللها قام منزل ايه بقى، قام منزل كابتن شيكا. كابتن شيكا احنا دايما اتعودنا معاه على ايه، ان مثلا الزمالك بيبقى كسبان فبيبقوا بيصبروا مثلا 10 دقائق ربع ساعه، بيقوم كابتن شيكا نازل فبيبقى وشه حلو دايما على الانديه المنافسه فبيقوموا متعادلين. لا المره دي بقى حصل حاجه غريبه، حاجه غريبه وكانت لاول مره تحصل. الزمالك جاب الجون فالحكم لسه بيشوفه في الفار، فقال لك هننزل شيكا بقى خلاص يعني فاهم، قال لك هنزل شيكا انا جبت الجون خلاص وضمنت، يا دوبك وقف على الخط قام الحكم قام لغي الهدف. والله بجد وشه حلو ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله على الدنيا كلها، اي حد بينافس الزمالك هو ما شاء الله ينزل بس وجوده حاجه مطمئنه للجميع. بس بجد الولا احمد علاء برده مشكله، انا مش عارف والله محمود علاء هيعمل معاه ايه. الولا يعني خلاص يعني العيال يا اخي حرام عليك حرام عليك، يعني جبت جون في الدقيقه 99 وخلاص والموضوع خلصان وخدت النقطه وخلاص بقى الموضوع منتهي، دي لازمتها ايه؟ دي لازمتها ايه يا جاحد يا جاحد يعني انت يعني مصمم تجيب لهم مشكله؟ انت هم عندهم مشاكل مكفياهم يا ابني، والله والله العظيم المشاكل النفسيه اللي عندهم تكفيهم بص سنين قدام. انا مش عارف لازمتها ايه تزودها يعني دي ايه دي ايه والله يا جماعه هو ما يقصدش الاهلي، لا مش نسر الاهلي، اهدوا يا جدعان خلاص انتوا خسرتوا النقطتين، بس هو ما يقصدش نسر الاهلي، فمش عايز حد يزعل وربنا معاكم والله. وانا قلتها لكم وبقولها لكم تاني، انتوا السنه دي اقسم بالله هتشيلوا قبح قبح من كل الاتجاهات، وكفايه كده عشان والله ما قادر اتكلم شكرا لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.